هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 30 من ديسمبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج المتابعة الخاصة لتدشين كتاب الشهيد الراحل إدريس إبراهيم هانجلا، والتي تمت في مدينة ميلبورن الأسترالية. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، مقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. قرار الحظر الصحي الجديد في إريتريا يثير قلقا شعبيا واسعا. نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني تعهد بعدم التفريط بشبر واحد من أراضي الفشقة. ارتطام سفينة تجارية بلغم في البحر الأحمر. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة وأهكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أثار قرار مد الحظر الصحي والذي يمتد منذ 9 أشهر وحتى الآن ابتداء من 22 من الشهر الجاري أثار قلقا كبيرا في أوساط المواطنين، خاصة مع انعدام المساعدات المالية والغذائية من قبل الحكومة والتوقف التام لوسائل المواصلات. ووصف مواطنون هذا القرار بعقوبة الإعدام. وكانت وزارة الصحة والتي أعلنت في 27 من الشهر الجاري أنها سجلت 1031 حالة إصابة بفيروس كورونا، قد قالت بأن هناك حاجة لتطبيق إجراءات مشددة من أجل مكافحة انتشار الوباء في البلاد. ويحظر القرار الجديد الحركة بين المدن والقرى، ويمنع الحركة إلا في حالات الضرورة القصوى فقط وبموافقة السلطات المحلية. ونجم عن تطاول الحظر الصحي في العاصمة ظاهرة استخدام العربات التي تجرها الخيول والدراجات لأداء المشاوير المهمة. وأبدأ بعض المواطنين استغرابهم من الإجراءات المشددة بينما يقوم الجيش الإريتري بالحركة بدون قيود، خاصة مشاركته الحاسمة في الحرب الأخيرة في إقليم تيغراي الإثيوبي. في زيارة لولاية القضارف، قال الفريق ركن خالد عبدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات العسكرية في الجيش السوداني أن السودان لن يفرط في شبر واحد من أراضيه بالفشقة حتى الحدود الدولية، مؤكدا عدم الاعتداء على الآخرين والعمل بتجرد وفقا لواجبات القوات المسلحة الدستورية وقدسيتها كما قال. وأشاد الفريق الشامي خلال مخاطبته قافلة سياج الأمان ومنظومة الصناعات الدفاعية ومبادرة أهل القضارف بقيادة الفرقة الثانية مشاه بالمبادرة التي تعد دعما حقيقيا للقوات المسلحة ورفع المعنويات لها، والتي تتقدم في كل يوم من أجل استرداد كل شبر من أراضي الوطن، محييا منظومة الدفاعات الصناعية التي وفرت كافة الاحتياجات القتالية للقوات المسلحة من الذخيرة ومرورا بالصواريخ والطائرات بصنع أبناء السودان، مشيدا بدعم أهل القضارف الكبير والمتفرد للقوات المسلحة كما قال. نقلت BBC عن السلطات السعودية قولها أن سفينة شحن تجارية تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بلغم في البحر الأحمر زرعه الحوثيون. وذكر التلفزيون الرسمي في السعودية أن الأضرار في جسم السفينة الخارجي بسيطة، مشيرا إلى عدم وجود خسائر في الأرواح. والحادث هو الأحدث في سلسلة من الحوادث الأمنية المرتبطة بحركة الملاحة في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي 14 من الشهر الجاري تعرضت ناقلة نفط ترفع علم سنغافورة إلى ضربة مصدر خارجي مجهول أدت إلى اندلاع الحريق فيها. وكانت السفينة BW رين تفرغ شحنتها في ميناء جدة السعودي عندما وقع الحادث. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. قرار الحظر الصحي الجديد في إريتريا يثير قلقا شعبيا واسعا. نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني تعهد بعدم التفريط بشبر واحد من أراضي الفشقة وارتطام سفينة تجارية بلغم في البحر الأحمر.
استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة في برنامج متابعات، ونتابع تدشين كتاب يوميات المناضل إدريس إبراهيم هنقلة الذي شهدته مدينة ميلبورن قبل أيام. فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إرينا. مجددا سيداتي سادتي، لكم التحية من إذاعة إرينا الدولية في باريس. كما ذكرنا، فقد شهدت مدينة ميلبورن في الأيام الفائتة تدشين كتاب كفاحي في حرب التحرير الإريترية، يوميات المناضل إدريس إبراهيم هنقلة رحمه الله، صادر عن مركز دراسات القرن الإفريقي، وحررها الأستاذ عبد الله إسماعيل آدم مدير المركز، وصدرت عن دار الآثار للنشر والتوزيع. حقوق الطبعة طبعا محفوظة. الطبعة الأولى 2020 رقم الإيداع 20/2/25858، ورقم التدويل 978-977-741-1127. نرحب بكم مرة ثانية في هذا البرنامج. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، المناسبة كانت كبيرة بمكانة الشهيد هنقلة ومكانة كذلك النضال الذي دفع من أجله حياته كلها، ولذلك كان المشهد كبير في مدينة ميلبورن، خاصة وأن المدينة أو الجالية الإريترية لم تجتمع لفترة طويلة جراء كوفيد-19 المنتشر، وكان مضروب حظر كامل، وقد جاء تدشين الكتاب بعد رفع الحظر الكامل. وقدمت في مناسبة التدشين أوراق وقراءات لعدد من المهتمين، وعدد من الذين اختارتهم أسرة الشهيد هنقلة ليقدموا قراءة للكتاب واليوميات. ونحن في إذاعة إرينا الدولية في باريس سنجري في الكتاب قراءة أولية، ولكن قبل هذا وذاك دعونا نقدم نبذة الواردة في يوميات المناضل وفي الكتاب للشهيد هنقلة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ولد المناضل إدريس إبراهيم هنقلة في حلحل 1946. التحق بمدرسة حلحل الأولية عام 58، ثم انتقل إلى مدينة كرن ودرس فيها المرحلة الإعدادية من عام 61 وحتى 64. تأثر بالزخم الثوري والروح الوطنية التي كانت تجتاح منطقته، فالتحق مبكرا بالنشاط السياسي والخلايا السرية المؤيدة لجبهة التحرير الإريترية. في نهاية العام 66 و900 وألف التحق بصفوف جيش التحرير. في عام 68 تلقى دورة عسكرية وسياسية وإدارية في سوريا. في عام 1970 وعين مسؤولا من العصابات في الوحدة الإدارية رقم 4. عام 1976 ابتعث في دورة عسكرية للمرة الثانية إلى سوريا لينال تكوينا عسكريا متقدما، وتخرج برتبة ملازم. عين نائبا لقائد الكتيبة 107. كلف بمهام قائد كتيبة هي الكتيبة 378 مع تكوين الألوية. في عام 1978 تولى مهام مسؤول الشؤون الإدارية في اللواء 69، ثم أسندت إليه مهام نائب قائد اللواء 69. في يوليو 80 نقل لقيادة اللواء 19 أسلحة ثقيلة. في المؤتمر الوطني الثالث اختير عضوا في المجلس الثوري، كما اختير عضوا في هيئة الأركان العامة، وعين نائبا لرئيس جهاز الأمن والاستخبارات. بقيام التنظيم الموحد اختير عضوا في المجلس الوطني، واختير عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول. طالته الأيدي الآثمة بعد أن عجزت عن مواجهته في الميدان، فغدرت به أمام منزله بمدينة كسلة في 20 سبتمبر 1985. هذا ملخص ما نشر في غلاف الكتاب للشهيد هنقلة، يوميات المناضل إدريس إبراهيم
هنقلة. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لقد أهدى الشهيد المناضل إدريس هنقلة كتابه بهذه الرسائل أو هذه المقتطفات الهامة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الإهداء إلى ولدي وبنتي، إلى أطفال وشبيبة الأرض الطيبة الجريحة، إلى رفاق النضال وزملاء الخندق الواحد، إلى المناضلين في كل شبر من بقاع الأرض الأم، إلى رفاق السلاح في الساحل، في الشمال، في الوسط والغرب، وفي دنكاليا والشرق والمرتفعات، إلى كل من حمل السلاح واستشهد، وإلى كل من يحمل السلاح الآن في سبيل بقائه وبقاء أمته. إليكم هذه المذكرات، مذكرات من حمل ككل الرفاق هموم أرضنا وشعبنا، مذكرات مناضل ككل المناضلين، قاتل معهم، تقدم وانسحب معهم، حمل معهم القنبلة والكلاشينكوف، بات معهم في العراء في سبيل حرية الإنسان والوطن الإريتري المسلوب. كتبت هذه اليوميات ليرى من بعدنا هل نحن أخطأنا أم أصبنا، فإذا أخطأنا فصححوا ما أخطأنا فيه، وإذا أصبنا فهذا هو هدفنا. عاش كفاح الشعب الإريتري بقلم المناضل إدريس هنقلة. الصفحة رقم 1. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وبدورها عزيزي المستمع، فقد صدرت أسرة الشهيد هنقلة رسالة في متن الكتاب قالت فيه: في مساء الجمعة 20/9 أي سبتمبر 1985 استشهد الوالد العزيز إدريس هنقلة، وترك إرثا تاريخيا عظيما، مع أنه لم يتجاوز العقد الرابع من عمره، غير أن تجربته الثورية والنضالية كانت شامخة وثرية. ندرك أن الفقد كان لكل الإريتريين، فالوالد رحمه الله كان قد كرس جل حياته من أجل أن تعيش إريتريا حرة أبية. ترك لنا الوالد هذه اليوميات التي دونها بقلمه ساعة بساعة، حتى تكون لكل أبناء إريتريا نبراسا وطنيا، وأن تكون تكملة لكل تجارب إخوانه وزملائه المناضلين، وحتى يحفظ التاريخ على مر العصور تلك البطولات والتضحيات. مضت نيفا 30 عاما على هذه اليوميات حبيسة الأدراج، ليس تقصيرا منا، ولكن كنا نبحث عن باقي اليوميات التي كان قد كتبها الوالد العزيز في الفترة ما بعد العام 1982، إذ إننا متأكدون أن باقي هذه اليوميات موجودة في مكان ما، ونأمل أن نجدها وننشرها للشعب الإريتري لتكمل هذه اليوميات التي بين أيدينا. لا يفوتنا كما تقول إصدارة الأسرة أي أسرة الشهيد هنقلة، لا يفوتنا إلا أن نقول للوالدة العظيمة أم ليلى بنت إدريس حكيم: إنك أديت الأمانة على أكمل وجه، فلولاها لما رأت هذه اليوميات النور، حيث إنها حافظت عليها ونحن صغار، وظلت خير راعية لإرث الوالد الشهيد الذي أورثنا هذا التاريخ المليء بالبطولات. كما لا يفوتنا أن نسدي الشكر لكل من ساهم في تحرير هذه اليوميات أو ساهم بالنصح والإرشاد إخراجها بهذه الصورة. ونخص بالشكر مركز دراسات القرن الإفريقي ممثلا في شخص الأستاذ عبد الله إسماعيل آدم، الذي بذل جهدا وأعطى وقتا لهذه اليوميات وأولاها اهتماما بالغا حتى خرجت بهذه الصورة البهية. وندرك أننا لا نستطيع أن نوفي لشهداء الثورة الإريترية حقهم، فقد بذلوا دماءهم من أجل أن تبقى إريتريا حرة أبية. وأيضا للجرحى ومن ناضل وأعطى شبابه للدفاع عن الوطن، لهم منا كل التقدير والامتنان. أسرة الشهيد إدريس إبراهيم هنقلة، ميلبورن، 24/11/2019. هكذا دون في يوميات الشهيد، وكان الافتتاح كما قلت في ديسمبر أي في بحر هذا الشهر 2020. هذه إذاعة إرنا.
عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وفي عجالة نسجل هذه الملاحظات أو هذه القراءة الأولية ليوميات الشهيد المناضل هنقلة، حيث تبدأ رحلة التوثيق وتسجيل الوقائع للشهيد القائد إدريس إبراهيم هنقلة في تدوين يوميات لتنظيم رائد جبهة التحرير الإريترية في الموقع والقيادي الذي كان يشغله وفي الأماكن التي جرت فيها الأحداث واليوميات. تبدأ أولى الوقائع من تحرير عيلة برعد بتاريخ 31 يناير 1977 في الصفحة 12 وحتى تاريخ 23 أغسطس 1981 في الصفحة 335، أي 423 صفحة فيها سجل يوميات متسلسلة لفترة زمنية تمتد إلى 4 سنوات كاملة. 4 سنين، سنوات مفصلية في تاريخ جبهة عريضة بحجم جبهة التحرير الإريترية. 4 سنوات، لحظات مفصلية في تاريخ تنظيم كبير وجد نفسه في قيادة أكثر من 12 لواء، وقف في لحظات أمام التساؤلات المصيرية الثلاث: إلى أين نحن ذاهبون؟ وكيف سنعمل؟ وما هو مصيرنا؟ من تحرير المدن الإريترية التي لم يتبقى منها إلا 3 أو 4 مدن، إلى الأسئلة التي هزت وجدان ومشاعر ملايين من الإريتريين: إلى أين نحن ذاهبون؟ وكيف سنعمل؟ وما هو مصيرنا؟ هذه تساؤلات كانت في تلك الأحداث وفي خضم تلك التحديات. أمام أول وثيقة تم تحريرها، أو أقول متجاسرا أعزائي المستمعين والمتابعين، وقفت أمام أول وثيقة تم تحريرها كما حدثت وبأمانة، دون إدخال تفسير لوقائع الأحداث وربطها واستخلاص نتائجها، وهي مهمة، ولكن ترك هذه المهمة الشهيد للباحثين والمؤرخين والخبراء والأكاديميين. الشهيد القائد هنقلة في كتابه كفاحي في حرب التحرير الإريترية وضع وسجل الوقائع واحدة بعد واحدة، إلا في مكان واحد خرج فيه الشهيد عن التقليد الذي انتهجه في التوثيق. طرح سؤالا واحدا وأجاب عليه بكل وضوح في الصفحة رقم 434 في الفقرة الأخيرة، يقول كاتبا عن ذلك: سادسا، هنا من الممكن أن يطرح سؤال واحد: هل هذا الموقف كان مفاجئا أم وليد الساعات الأخيرة؟ يتساءل هنقلة، وهنا لا بد من توضيح أن موقفي يعني الموقف هو بعد الاجتماع الذي عقد في صبيحة يوم 26 من أغسطس 1981 في تمام الساعة 12 ليلا، اجتماع حضره الرفاق الآتي أسماؤهم: الشهيد عبد الله إدريس، تسفاي تخلة، حسين خليفة، محمود حسين، قرماي قشي، إدريس هنقلة، أبرهلة كفلة، برهي المفوض السياسي، محمد علي عمر مفوض سياسي، سجي يوهنس، إفريم إدريس علي، أمانئيل هبتة، نوري محمد عبد الله حسين، تسفاي برخت، ولداي داويت تمسكن، عبد الرؤوف ياسين، وحامد نقفة. يعني حضور 19 قائد ومسؤول كما هو مذكور في الصفحة 432. هذا الاجتماع كما يقول هنقلة خرج بالنقاط التالية، وهي مكونة من 3 نقاط: 1. قرار من اللجنة التنفيذية يدعو بالتسليم إلى الجيش السوداني. 2. العناصر التي خرجت هي عناصر انتقائية ورجعية، ومن المحتمل أن تسلم إلى فصائل قوات التحرير الشعبية أو إلى عجيب. 3. الجبهة انتهت والنضال المسلح انتهى، ونحن سوف نناضل نضالا سياسيا فقط، وعليه يجب منع تحريك أي شخص للتقدم. هنقلة في هذه الفقرة يتساءل فيقول: هل هذا الموقف كان مفاجئا أم وليد الساعات الأخيرة؟ على هذا التساؤل أجاب في الكتاب، وهو التساؤل الوحيد والإجابة الوحيدة، يقول: الواقع ومنذ صدور القرار من اللجنة التنفيذية
كانت التساؤلات، وهي: إلى أين نحن ذاهبون؟ وكيف سنعمل؟ وما هو مصيرنا؟ ويضيف: هذه النقاط كانت ترد وتتردد من الكوادر وبعض القادة، والبعض يجيب عن هذه الأسئلة ويقول يجب أن نسلم للشعبية، والبعض الآخر يقول يجب أن نسلم للجيش السوداني، والبعض الآخر يقول يجب أن نواصل تقدمنا إلى الشمال. ولذا كانت بعض العناصر مقتنعة بالتسليم للجيش السوداني، وكان المتبني لهذا القرار الكثير من الكوادر. في مساء يوم 23/8/81، وبعد أن جمعت قيادة اللواء وقادة الكتائب وشرحت لهم الموقف، انفرد بي المناضل أمانيئيل وطرح لي تأكده من موقف الحكومة السودانية: الجبهة انتهت، والآن ماذا تنتظر؟ سؤال: لماذا لا تسلم إلى الجبهة الشعبية؟ قلت له كما يقول هنغلا: الجبهة لم تنتهي، بل هناك إمكانيات مقاومة، وسوف نسخر كل الجهد لهذا، وإن كان هذا رأيك فيجب أن تحتفظ به. كما كان يكرر أن الأمل ضعيف جدا. وأيضا أمانيئيل لم يشارك في اجتماع اللواء ولا بكلمة واحدة، بل اكتفى باللقاء ببعض الكوادر الذين كانوا يرفضون قرار التقدم في اجتماع اللواء. وختاما، أتمنى للجنة، أي لجنة التحقيق، النجاح، وأن تصل إلى كل الحقائق وأن تتمكن من أداء واجبها بالكامل، وأملنا كبير في الوصول إلى الحقائق. وشكرا. المناضل الشهيد إدريس إبراهيم هنغلا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خلال 7 سنوات حاسمات في تاريخ جبهة التحرير الإريترية، وبعد أن كانت قاب قوسين أو أقرب إلى الدخول إلى العاصمة الإريترية وتحرير كامل التراب الوطني، ولقاءات لصحفيين أجانب ومسؤولين كبار، زياراتهم للميدان سواء كان من الشرق الأوسط أو أوروبا، وتسجيل الوقائع وإجراء مقابلات مع أسرى الحرب من الغرب الأوروبيين والعرب، تقول الوثائق وثائق اللحظات الأخيرة وردود فقرة أو ورود مفردات وأسماء ليست مدن إريتريا ولكن قرى وأشباه مدن سودانية، وكذلك دقائق الساعات الأخيرة الفاصلة كما في الصفحات، ابتداء من صفحة 428 وحتى صفحة 435، كما هو موضح في بيان المكتب العسكري لجبهة التحرير الإريترية المعنون بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. جبهة التحرير الإريترية المكتب العسكري، يوم 6 فبراير 82، إلى المناضل الزين ياسين، رئيس لجنة التحقيق والتقييم، تحية طيبة وتحية نضال. وبعد الموضوع: تقرير حول الأحداث بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية بشأن توجيه جيوشنا بالتقدم صوب الجاش والشمال بناء على رسالتكم المرقمة 8 والمؤرخة بتاريخ 3 يناير 82، وقمنا باستلامها يوم 3 فبراير 82. وبقية الأحداث والوثائق. عزيزي المستمع، رسالة استغرقت شهرا كاملا حتى تصل إلى الشهيد هنغلا. كيف ولماذا وأسئلة أخرى تطرح نفسها. نحن نتساءل هنا في إعداد هذا البرنامج والقراءة الأولى ليوميات الشهيد هنغلا، وقد يكون لديك عزيزي المستمع تساؤلاتك أنت كذلك. بالعودة عزيزي المستمع إلى أسماء القرى وأشباه المدن السودانية التي كانت مدن وقرى اللحظات الأخيرة لجبهة عريضة، جبهة عباي، كما وردت في حيثيات اليوميات، ليس بالاسم جبهة عباي، هذه ملاحظة مننا، ولكن كما وردت في يوميات الشهيد: توغان، مندويت، تهداي، مامان، همشكوريب، راساي. ولم يرد ذكر كراكون في صفحات اللحظات الأخيرة في كتاب الشهيد هنغلا في يومياته، على الرغم من أن جماهير وشعبية أكبر فصيل وطني ومن أعادوا قراءة التاريخ وإحداث مراجعات وقراءات بأثر رجعي يرددون اسم كراكون بوصفها المحطة الأخيرة التي أناخ فيها جمل الشيل للجبهة، أي جبهة التحرير الإريترية، ووضعت فيها أثقالها أكثر من 12 لواء بكامل عدته وعتاده. وكذلك عزيزي المستمع، وجدت الجبهة بكل عنفوانها الجياش، أي من الجيش،
وتاريخها الكبير محصورة في هذه المناطق والقرى، وأحسب أنها كانت لحظات فاصلة، أن تكون لحظاتها الأخيرة بعيدا عن المدن الإريترية وأم المدائن أسمرة. كتاب يوميات عزيز الفاضل للشهيد هنقلة، بالإضافة إلى التميز المشار إليه وقراءته الحيادية المطلقة في تسجيل الوقائع والحيثيات المفصلية الهامة في تاريخ جبهة التحرير الإريترية، أكدت بما لا يدع مجالا إلى الشك أن جبهة التحرير الإريترية، والتي كتبت في تلك اللحظات عنوانها جبهة التحرير الإريترية من تاريخ العنفوان إلى النهاية، إنه احتوى على 279 هامش فيه إيضاحات هامة للغاية، وهو ما قام به مركز دراسات القرن الإفريقي كمسؤولية تحريرية. شملت الهوامش معلومات عن شخصيات تاريخية هامة، أماكن ومواقع جغرافية، شرح تفصيلي عن وقائع ومعارك وحروب بين المناضلين وقوات العدو، شرح لغوي لمعاني أسماء قرى وشخصيات وألقاب ودلالاتها، وكذلك تقريب المواقع الجغرافية بين منطقة وأخرى حتى يسهل على القارئ تكوين معرفة جغرافية للمناطق التي شهدت الأحداث، سيما المناطق غير المعروفة، وكذلك توضيح الأماكن والمناطق التي وردت عرضا في يوميات المناضل هنقلة، أيضا وإبداء وجهات نظر أكثر من رأي حول قضية معينة فيها أكثر من رأي. وكثير من الهوامش الهامة وردت كما قلت 279 في 279 موضع. أحسب أنها أضفت إلى الكتاب أي اليوميات بعدا آخر، كما أضافت رؤية أخرى لحيثيات اليوميات، وهي من الأهمية بمكان، وليس كما رآها البعض أنها جاءت خصما على اليوميات ذاتها، سيما وأن المركز أي مركز دراسات القرن الإفريقي أوضح في مقدمة شرحه هذه المسألة وعنونها بطريقة علمية بحتة، ونسبها إلى مصادرها في الكثير من الهوامش. ومما يحسب للمركز عزيز المستمع إيجابيا أنه تدخل في أسلوب التبويب بطريقة منهجية إلى حد بعيد، ولو أفرد فصلا خاصا بالهوامش معنونة كمصادر إضافية كان أكثر علمية واحترافية، ولكن هذا لا يقلل من أهمية وجودها أي الهوامش كجزء أصيل في الكتاب للقارئ وليس كجزء من يوميات الشهيد هنقلة، وهذا ما يجب توضيحه. اليوميات تضمنت 27 عنوان فرعي وهي الفهارس، وضمت كذلك 44 صورة ورسوم بيانية وجغرافية. الصورتان 43 و44 كانتا صورة موكب تشييع الشهيد البطل القائد إدريس إبراهيم هنقلة. رحم الله الشهيد هنقلة ورحم الله جميع الشهداء. هذه كانت قراءة ليست قراءة تحليلية وقراءة عميقة، ولكن ماذا تضمن الكتاب في عجالة أعزائي المستمعين. نلتقيكم سيداتي سادتي في حلقة قادمة من برنامج متابعات. حتى ذلكم الحين لكم مني محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمون في الهندسة والإخراج والإشراف العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرة برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. قرار الحظر الصحي الجديد في إريتريا يثير قلقا شعبيا واسعا. أثار قرار مد الحظر الصحي والذي يمتد منذ 9 أشهر وحتى الآن ابتداء من 22 من الشهر الجاري أثار قلقا كبيرا في أوساط المواطنين، خاصة مع انعدام المساعدات المالية والغذائية من قبل الحكومة والتوقف التام لوسائل المواصلات في البلاد. ووصف مواطنون هذا القرار بعقوبة الإعدام. وكانت وزارة الصحة التي أعلنت في 27 من الشهر الجاري أنها سجلت 1031 حالة إصابة بفيروس كورونا، قد قالت بأن هناك حاجة لتطبيق إجراءات مشددة من أجل مكافحة انتشار الوباء في البلاد.
نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني تعهدوا بعدم التفريط بشبر واحد من أراضي الفشقة. في زيارة له لولاية القذارف، قال الفريق ركن خالد عبدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات العسكرية في الجيش السوداني أن السودان لن يفرط في شبر واحد من أراضيه بالفشقة حتى الحدود الدولية، مؤكدا عدم الاعتداء على الآخرين والعمل بكل تجرد وفقا لواجبات القوات المسلحة الدستورية وقدسيتها. ارتطام سفينة تجارية بلغم في البحر الأحمر. نقلت BBC عن السلطات السعودية قولها أن سفينة شحن تجارية تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بلغم في البحر الأحمر زرعه الحوثيون. وذكر التلفزيون الرسمي في السعودية أن الأضرار في جسم السفينة الخارجي بسيطة، مشيرا إلى عدم وجود خسائر في الأرواح. بهذا الموجز مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام لنشرة أخبارنا التي قدمناها في صدر برنامجنا لهذا اليوم، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا دوما على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف، وأتقبل كذلك تحياتي محدثكم فتح عثمان، وتحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.